في السنوات الأخيرة يمكن القول بأنه كرة القدم العربية حققت نجاحات. الخبير الاقتصادي جوني المصري متحدثاً عن رئيس مصر القادم. تساءل جوني المصري: هل سيترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى، خاصة وأنها ستكون في أصعب وقت تمر به البلاد في عام الكساد العظيم؟ قال جون أن السيسي قد جاء إلى مصر في ظل حالة ركود ارتضاها لها جميع من تولوا شأنها، لكنه قرر النهوض والتغيير ومواكبة العالم من حوله. فهل سيستمر السيسي أم سيأتي رئيس جديد في الانتخابات القادمة؟ أكد جون المصري أنه يتمنى وجود معارضة يمينية حقيقية في مصر، معارضة بناءة. تطرق جون المصري لحديث أحمد طنطاوي عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، إلا أن جون المصري تساءل: لماذا يتواجد طنطاوي في لبنان؟ دولة اقتصادها وتعليمها في حالة انهيار تام، فلماذا لبنان؟ من يقوم بتمويل طنطاوي؟ أحمد طنطاوي اليساري التابع لحزب الكرامة، رغم معارضته للدولة على مدار السنوات الماضية، لم تتعرض له جهة أمنية، فنال حق المعارضة بالداخل والخارج. ترك عائلته في مصر آمنين، وخرج لدولة منهارة يسيء لبلده أمام العالم، فكيف ينادي بالديمقراطية إذن؟ كما تناول نماذجاً من أرض الواقع للرد على طنطاوي في قوله بأن مصر تشهد أسوأ فترة رئاسية في تاريخها. فمشروع مثل السكك الحديدية بمصر أنشأه الإنجليز، ولم يقم رئيس بتطويره أو نظام حاكم منذ أكثر من 70 عاماً، حتى أتى الرئيس السيسي وقام بتطويره وفقاً للمواصفات العالمية. طالب جون المصري طنطاوي بالرد على الأسئلة الموجهة له، فعدم الرد ليس من الديمقراطية التي ينادي بها، وإلا فإن طنطاوي لا يمتلك رداً أو رؤية حقيقية. تعجب جون المصري من حديث طنطاوي بأن مصر لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي أكدت فيه أجهزة اقتصادية ومؤسسات اقتصادية عالمية على أن مصر من أكثر دول العالم تضرراً بالحرب الروسية الأوكرانية. كما تساءل جون المصري: لماذا يقيم طنطاوي في لبنان والدولار بها يعادل 56 ألف ليرة لبنانية، والكهرباء لا تصل بها أكثر من 3 ساعات يومياً؟ فإن كانت دراسة طنطاوي دراسة اقتصادية على حد قوله، فلماذا لا يدرس اقتصاديات الدول المتطورة؟ وجه جون المصري سؤالاً لطنطاوي عن كيفية تعامله مع الملف الإسرائيلي، وكيف سيطور الجيش المصري. فالسيسي تناول أهم الملفات والقضايا التي تواجه مصر سياسياً وعسكرياً، فكيف سيتعامل طنطاوي وما هي رؤيته؟ يقول جون المصري أن من عليه التحدث عن ترشحه لرئاسة الجمهورية عليه أن يكون رجل دولة حقيقي لا يخضع لتحركات أجهزة خارجية. صرح طنطاوي أن الرئيس السيسي يقدم أسوأ أداء في تاريخ مصر على مدار 200 عام، في الوقت الذي استطاع فيه السيسي إنقاذ البلاد من ملفات وأجندات خارجية وضعت للإيقاع بالبلاد لصالح أعدائها. واجه السيسي ملف الإرهاب بكل قوة وحسم، فاستطاع إعادة الأمن للبلاد مرة أخرى. أقام محطات كهرباء جعلت مصر تمتلك فائض من الكهرباء. أقام مشاريع طاقة جعلت السفير البريطاني يصرح بأن مصر ستصبح مركزاً للطاقة المتجددة. فتساءل جون المصري عن رؤية طنطاوي لهذه الملفات وطالبه بالرد. طيب، هو أنا النهاردة في الريف مش بظبط الكهرباء وبظبط المية وبظبط الطرق وبظبط عناصر أخرى في مشروع حياة كريمة يا دكتور مصطفى؟ اوعى انتبه، اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش. الناس بتسمعك، ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي، وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام، ظلمت نفسك وظلمت الكلام.